السلام عليكم أصدقائي، مرحبا معكم عماد العرفاوي. اليوم باش نحاول نعطيكم فكرة، هي فكرة معلومة عند الإخوة وغير معلومة عند بعض الإخوة. عش باش نستعملوه كعش للحسون أو الكناري، يعني سوف أستعمله في وضعه في السلاكة أو حتى في القفص الكناري أو الحسون. أصدقائي، العش نأخذ العش المعروف هذا، ويتم يعني وضع أغصان السرو أو السرول أو أي شيء آخر. أصدقائي، يعني الأسفل متاعه يتم وضع الأغصان بالطريقة هذه. نحاول نضع الأغصان من الأسفل في العش البلاستيكي هذا في الأسفل، لأن الحسون إذا كان الحسون العش متاعه يبنيه عموديا مرتفع نوعا ما، لذلك نضعه من الأسفل كي يكون هنالك مسافة جيدة بين العش بعد بنائه وفي الأعلى، وهكذا يسهل على الأنثى الدخول إلى عشها. الأرضية تكون أغصان سرول، والأجناب أصدقائي الجوانب وخصوصا من الأعلى يتم وضع الأغصان بالطريقة هذه. والغاية من ذلك تحس الأنثى بالأمان عندما تريد بعض الطيور الأخرى في السلاكة يعني الوقوف على هذا العش. لا نخاف من نزول فضلات الطائر على البيض وبالتالي يفسد. لكن نحاولوا تكون جميعه مغطاة حماية البيض من فضلات الطيور الأخرى، وكذلك للإحساس الأنثى بالأمان. هذا العش أنا أستعمله وهو ناجح جدا بالطريقة كاش معلقينه. أصدقائي، يتم وضعه في أي مكان. أنا عامل البلاستيك هذا لأني عندي طيور أخرى في الجانب الآخر من السلاكة، أو تكون يعني لا يصل إليها الطائر من الجهة الأخرى، ويتم تعليقه أصدقائي وهو ناجح جدا جدا جدا. أصدقائي، هذا هو الفكرة اللي حبيت نوصلها لكم. أصدقائي، الآن سوف أكثر من وضع الأعشاش بالطريقة هذه، وهو عش يعني مجرب وناجح. شوفوا الطريقة أصدقائي، طريقة مجربة عندي وناجحة. يلا إن شاء الله يومكم سعيد أصدقائي، وإن شاء الله إنتاج مميز في الأخير أخوان.